السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو الجديد بتاعنا النهاردة ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب. وتعالوا كده ندخل في الموضوع على طول. اعتقد ان في ناس كتير جدا عندها مشكلة في الكلمات ومش بتعرف تحفظها كويس، وكمان بتنساها بسرعة، وده بيسبب عندهم إحباط. فاحنا كده مع بعض هنحاول نحل الموضوع ده، بس لازم نكون عارفين إن ده هيحتاج مننا مجهود عشان نكون متفقين من الأول وما نجيش بعد كده نتخض. والسؤال هنا ممكن توضح لنا شوية ده هيتم إزاي أو حتى عن طريق إيه؟ وده هيتم عن طريق إننا هننزل فيديو واحد كل أسبوع. تمام كده، حلو جدا. وهيبقى فيه كام كلمة؟ تعالوا أقول لكم. هيبقى فيه 8 كلمات مبدئيا، وبعد كده هنبدأ نزود بإذن الله. وكمان هتحفظ الكلمات عن طريق الصور والأمثلة عشان تكون سهلة الحفظ وسهل إنك تفتكرها. وهنخلي الإنجليزي ببساطة، وهو ده هدفنا. أعتقد إننا طولنا، بس كان لازم أشرح لكم هنمشي إزاي. ويلا بينا نبدأ. بسم الله. أول كلمة معانا هي كلمة afraid, afraid, afraid. ومعناها خائف. تعرف إن في ناس لحد دلوقتي بتخاف من الضلمة؟ عادي جدا زي كده. تعال أقول لك مثال. I afraid, of the dark، يعني أنا بخاف من الضلمة. وتاني كلمة معانا في فيديو النهاردة هي كلمة agree, agree, agree. ومعناها إني موافق. واحد صاحبك قال رأي عجبك وعاوز تقول إنك معاه في الكلام ده، هتقول إيه؟ I agree, with you، يعني أنا موافقك. ونيجي للكلمة اللي بعدهم وهي كلمة angry, angry, angry. ومعناها غاضب. أنا اتأخرت عليه فطبيعي إنه كان متعصب جدا، وهنقول he was angry, because I was late، يعني هو كان غاضب عشان أنا اتأخرت. كده حلو جدا. نيجي للكلمة اللي بعدهم وهي كلمة arrive, arrive, arrive. ومعناها يوصل. يلا بينا نفكر في المدرسة. احنا دايما بنوصل الساعة كام؟ We arrived, at school at 7 o'clock، يعني احنا وصلنا المدرسة الساعة 7. ولازم تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، اننا لما بنقول arrive at نقصد اننا وصلنا لمكان صغير زي المدرسة في المثال. ولما بنيجي نقول arrive in لو وصلنا البلد او مدينة. خلاص هانت، عارفة انكم تعبتوا. والكلمة الخامسة معانا هي كلمة attack, attack, attack. ومعناها يهاجم. تخيل أسد شاف غزال في الغابة، هيسيبه؟ أكيد لأ طبعا. فالمثال بتاعنا بيقول The lion attacked, the deer، ومعناها إن الأسد هاجم الغزال. والكلمة رقم 6 معانا هي كلمة bottom, bottom, bottom. ومعناها القاع. فضلت أدور على المفاتيح في كل حتة وفي الآخر لقيتها فين؟ تعالوا نشوف كده في المثال اللي جاي ده. The keys are at the bottom, of the bag، يعني المفاتيح في قاع الشنطة. ونيجي للكلمة اللي قبل الأخيرة معانا وهي كلمة clever, clever, clever. ومعناها ذكي. أخويا الصغير دماغه شغالة أكتر من ناس كبيرة. شوف كده. My little brother is very clever, يعني أنا أقصد أقول هنا إني أخويا الصغير ذكي جدا. ووصلنا لآخر كلمة في الفيديو بتاعنا وهي كلمة cruel, cruel, cruel. ومعناها قاسي. في ولاد بتتعامل بقسوة مع صحابهم، وده مش حلو أبدا. تعالوا كده نشوف في المثال اللي معانا. The boy is very cruel,
with his friend. وهنا معناها إن الولد قاسي جدا مع صاحبه. وآخر حاجة في الفيديو بتاعنا وهو إني هحط لكم سؤالين عشان تشوفوا نفسكم هتعرفوا تجاوبوا صح ولا غلط. أول سؤال معانا The woman was not of what she saw. Number A clever. Number B agree. Number C afraid. Number D angry. وآخر سؤال معانا في فيديو النهاردة واللي أخيرا وصلنا له بعد ما عرفنا 8 كلمات بيقول The not boy thought of a good idea. Number A attack. Number B angry. Number C arrive. Number D clever. وبكده الحمد لله نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو وصلت معايا لغاية هنا فحب أقول لك شكرا جدا ليك، وما تنساش تعمل لايك وكومنت وتكتب لي عاوز الفيديو الجاي يكون عن ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.